السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في حلقه جديده ومعكم ميدو جابر. كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان. خلاص يا جماعه، فاضل ايام بسيطه جدا وندخل على شهر رمضان، شهر الكرم. عشان كده ان شاء الله من ابتداء من النهارده هنفضل نعمل فيديوهات كتيره ان شاء الله، بحيث لما نخش على اول يوم في رمضان تبقى عندك كده داتا كامله عن اي حاجه تخطر في بالك ان شاء الله تبقى عايز تعملها في رمضان. هنبدا حلقتنا النهارده بالحاجه او بالجدل اللي الناس كتير لازم تسال عليها كل سنه: اتمرن امتى في رمضان؟ قبل ما نبدا في الحلقه اتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه ومفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حاجه جديده في وقتها. مش كمان تعمل لايك للفيديو ويلا بينا. تلاقي واحد بيجي لك يقول لك يا كوتش انا هتمرن امتى في رمضان؟ السؤال غلط او مش غلط، ناقص شويه. المفروض اول ما تسال المدرب بتاعك تقول له يا كوتش انا هدفي زياده في الوزن او هدفي مثلا اخس، اتمرن امتى في رمضان؟ طيب انت غالبا هتكون حد من ثلاثه، شخص من ثلاثه. واحد وزن زياده اوفر ويت، فكل شغله هنا انه ينزل بالميزان، مش فارق بقى عضلات ولا الكلام ده كله، اهم حاجه مثلا هو 100 كيلو 120 كيلو عايز ينزل بالوزن. حد تاني نحيف او رفيع عايز يعمل زياده في الكتله العضليه او زياده في الوزن عامه. حد ثالث يكون جسمه كويس او عامل ضخامه عضليه بس عايز ينشف عشان يبين العضلات. هنبدا باول واحد. لو انت حد اوفر ويت وزن زياده، كل اللي يخصك انك تخس او تنزل بالميزان، بدل مثلا 100 كيلو تبدا تنزل في الميزان. فافضل وقت انك تتمرن فيه هنا قبل الفطار بساعه. يعني مثلا لو الفطار الساعه 6:30 تبقى في الجيم الساعه بالظبط 5، تتمرن من 5 ل 6 وتبدا تروح تفطر على طول. طيب هتمرن ازاي او همشي يوم ازاي في التمرين؟ اول حاجه كده هتبدا ب 20 دقيقه كارديو او 15 دقيقه كارديو. دقيقه مثلا عالي الشده ودقيقه تاني مش بمتوسط الشده. يعني مثلا لو على التريد ميل هجري دقيقه كامله ودقيقه التانيه اتمشاها مشي سريع، وهكذا لحد ما اخلص ال 20 دقيقه. وبعد كده هاخد نص ساعه كمان تمارين حديد، وبعد كده اخر 10 دقايق او ربع ساعه هعملها كارديو تاني بنفس الكلام. انت كده ما عندكش حاجه متخزنه في جسمك، ما عندكش مصدر الطاقه الوحيد لجسمك اللي هو الكربوهيدرات، فكده الدهون هتبدا تتاخد من، او المجهود بتاعك هيبدا يتاخد من الدهون اللي متخزنه في جسمك، فكده تبدا تنزل بطريقه رهيبه جدا. تمام. طيب لو انا شخص عايز اعمل زياده في الكتله العضليه او زياده في الوزن بشكل عام، ما اتمرنش قبل الفطار نهائي، اتمرن بعد الفطار او بعد الفطار بساعتين، لا اما قبل السحور بساعتين. ازاي؟ يعني مثلا العشاء بتأذن الساعه 8، اصلي العشاء والكلام ده طبعا اكون فطرت بعد المغرب، استنى شويه ساعتين ولا حاجه وابدا اتمرن، وبعد كده اكل وجبه تاني بعديها، واحاول اكل وجبه كمان وجبه السحور، كده 3 وجبات. لا اما تفطر عادي الساعه مثلا 8 وبعد كده تستنى شويه للساعه 11 او 10 ونص تاكل وجبه كمان قويه جدا كويسه، وبعد كده بعدها بساعه او ساعتين تروح تتمرن وترجع بقى من التمرين تتسحر. ده افضل وقت تتمرن فيه لو انت حد عايز تعمل زياده في الوزن او تحافظ على وزنك ما تخسش. طيب لو انت حد عامل جسم كويس او عامل كتله عضليه كويس وعايز تنشف، تعالى اللي بقى اقول لك على نصيحه قويه جدا. انت طبعا عايز تنشف فمحتاج تعمل كارديو، فهتبدا تعمل كارديو قبل الفطار، تعمل كارديو مده ربع ساعه او تلت ساعه قبل الفطار على طول، مش قبل كده. يعني الفطار اللي بيقدم المغرب بيقدم على 6:30 تبدا تتمرن بكتير خالص 6، مش قبل كده. هتجري مثلا على المشايه زي ما قلت لك تلت ساعه، او تعمل تمارين كارديو. هسيب لك تحت امثله كتير تمارين كارديو في الديسكربشن تقدر تشوفه. كده عملت تمارين كارديو وفطرت، شربت سوائل في جسمك وكلت بطريقه كويسه جدا، تبدا بقى تتمرن تاني بعد الفطار. هتتمرن تمارين حديد بس. كده انت قبل الفطار حرقت كميه كبيره جدا من الدهون المتخزنه في جسمك، بعد الفطار قدرت تلعب تمارين حديد فهتزود الكتله العضليه. طب كده انا قلت لك على 3 اشخاص، انت اكيد واحد منهم، فيا رب تكون فدتك واستفدت مني. وان شاء الله هنفضل من النهارده لحد رمضان ان شاء الله، واثناء رمضان برضو ان شاء الله هنزل فيديوهات عشان تقدروا تستفادوا بقدر الامكان، وتبقى عندك داتا زي ما قلت لك تقدر تتكلم فيها او تقدر تعرف فيها كل حاجه في شهر الكريم. كان معكم محمد جابر، واشوف وشكم على خير. ولو لسه وصلت معايا لحد الدقيقه دي وما عملتش اشتراك في القناه يبقى عيب جدا، بعد كل المجهود اللي انا بعمله ده ما تعمليش اشتراك في القناه. بس كده.